السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ قبل ما ندخل على وصفتنا القمر والجميلة دي، أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. وندخل على وصفتنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا ندخل على وصفتنا الحلوة القمر دي، ويلا بينا يلا بينا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت كده، ده كيلو دقيق متعدد الاغراض. اي كيلو دقيق عندك، اي دقيق عندك اشتغلي بيه عادي، ما فيهوش اي حاجه. احنا هنعمل ايه النهارده يا عبير؟ احنا هنعمل مخروطه. مخروطه، ايوه مخروطه. ده ايه؟ كيلو دقيق، ده ملح، وهنحط ميه بس كده يا عبير. ايوه بس، ولا خميره ولا اي حاجه خالص. هنعجن العجينه، بس العجينه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، هي بتبقى قاسية شوية، يعني مش طرية ولا حاجة. هنعمل ايه؟ هنسيبها ترتاح؟ لا، مش هنسيبها ترتاح خالص. هنعمل كده زي ما انتوا شايفين، هنحط الصينية فيها دقيق، وهنقوم ايه مقطعين العجينة بتاعتنا كلها. تعملي الكرات بتاعتك على قد المكان اللي انت ايه تعرفي تشتغلي فيه. كده انا جبت مكانتي، وجبت النشابة بتاعتي، وحضرت العدة بتاعتي. ودي ايه يا عبير؟ دي حلة البخار. عملت ايه؟ حطيت زي ما انتوا شايفين كده مية وشوية زيت كده، وحبة ملح، علشان البخار اللي يطلع يبقى فيه يعني متبخر بالزيت كده، فتقوم المخروطة ما تتعجنش. اللي مبتدئ يعملها كده، اللي محترف انا عملتها كده قدامكم. علشان ايه؟ الحبايب اللي هم لسه سنة اولى مطبخ، يعني ممكن تعجن معاهم او كده. فانا عملت الخطوة دي، بس انا بستغنى عنها، يعني انا ما مش بضطر اعملها، بس انا عملتها قدامكم كده. تعملي ايه يا عبير؟ فردت كده العجين زي ما انتوا شايفين كده. بترشي دقيق طبعا كتير قوي قوي، لازم ترشي دقيق كتير علشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش مع بعضها. هتعملي ايه يا عبير؟ دي ايد مقشة بس نضيفة طبعا، بستخدمها في حاجات زي كده. واللقطة دي ما جاتش، هعملها لكم تاني. انتي بتعمليها زي كده، وبعد كده بتقطعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. هي لقطة السكينة ما جاتش، بس هعملها لكم تاني. دي اهيت، فردت واحدة تانية، وهعملها بنفس الطريقة، وتشوفوا المنظر بتاعها بسهولة جدا. وتبصوا مش مخدتش اي وقت خالص، يعني هي ما خدتش اي وقت نهائي. ما تنسونيش في اللايك، يلا لايك يا جماعة، اللي ما حطش اللايك لغاية دلوقتي يحطه، يلا بينا نحط اللايك كده اهوت. بصوا جميلة جدا، بس انا عشان ايدي مش مالكة بالشمال اقطع بيها، فكنت ماشية واحدة واحدة كده اهوت. بصوا في ثانية عملت التقطيعة دي، والله في ثواني. يعني المكنة عندك، واشتغلي بقى ايه. زي ما انتوا شايفين كده. انتوا عايزين تفردوا العجينة زي ما انتوا شايفين كده، هي نزلت بكل سهولة. طبعا هتبقى طويلة معاكي زي ما انتوا شايفين كده، قطعي بالسكينة وقصري عشان ما تبقاش طويلة معاكي فتقوم تدوخك. شفتوا؟ انا يعني مفيش، يعني هي ما خدتش اي حاجة، بس الدقيق يا جماعة لازم الدقيق. دي طريقة تانية هعملها لكم اهيت، اللي انتي تفردي في المكنة، يعني بدل ما تقطعي كده. دي طريقتين، الطريقة اللي تعجبكم فيها اعملوا، يعني اعملوها. السهلة فيها، يعني السهلة في الطريقتين دول اعملوها. والله هما الطريقتين كانوا زي العسل، يعني هما الطريقتين حلوين مش وحشين. وخصوصا انت عندك المكنة اللي هي بتاعة الفرد، الناحية التانية بتاعة الفرد، اعمليها على مثلا درجة ان هي تخلي السمك بتاعها رقيق قوي. بصوا جميلة، ما خدتش اي حاجة، ما خدتش نهائي حاجة. فطبعا طول ما العجينة بتطول معاكي او بتكبر معاكي، انت بتقصريها بالسكينة، بتقطعي بيها بالسكينة، علشان بس ايه ما تبقاش الشرايح طويلة قوي معاكو، الشعرية بتاعتها طويلة معاكو زي ما انتوا شايفين كده. انا قلت اعمل لكم بقى حاجة جديدة كده. هي مش جديدة ولا حاجة، دي حاجة قديمة قوي قوي من ايام تيتا وماما وايام الجدود يعني، بس ما كانوش بيعملوا الطريقة دي طبعا. فالطريقات دي بقى بتاعتنا احنا، باختراعاتنا احنا يعني. هما كانوا بقى بيفردوا الحاجة على بيحطوا ملاية كبيرة ويفردوها تنشف شوية والكلام ده وكده يعني.
بصوا دي الحلة بتاعتي بتاعة البخار. زي ما انتم شايفين حطيت مية مش كتير خالص علشان المية ما تغلي ما تطلعش البخار قوي، يبقى المية طايلة السكوم المصفى بتاعة البخار يعني. انتوا فاهمين قصدي، يعني ما تطولش المصفى اللي هي بتاعة البخار دي عشان ما تعجنش كده. هو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم بمصفى تحلليها كده، يعني تقعدي تنخلي فيها كده عشان لو فيها دقيق لازم الحركة دي بتاعة المنخل او المصفى لازم تنزلي منها دقيق. شوفوا بيرتاش ازاي في قلب الفانيلا اللي في الحلة. عندك حتة بيضة فانيلا قديمة، عندك اي حاجة، عندك فوطة، اي حاجة مستغنية عنها بس تكون طبعا نضيفة زي ما انتم شايفين كده. كده هوت والله ما اخد حاجة. بصوا جميل جدا. انت بقى ايه، بتطلعيه كده بيطلع، بس هو كان سخن قوي فاستنيت عليه كده اما هدى وطلعته. شوفوا بيطلع مفيش يعني ولا معجن ولا اي حاجه، مفرفر خالص. شوفوا فانيلا نضيفه زي الفل. وده كانت وصفتي الجميله الحلوه القمر دي. طبعا انت بتشوفيه مفرفر خالص يعني، ولا في حاجه ماسكه في التانية نهائي. بصوا جميل قوي. طبعا انا مش بحط له السمنه لان انا مش هاكله كله دلوقتي، ولا يعني مش هاكل منه دلوقتي حاجه. فمش هحط له سمنه، هحطه في اكياس وهعبيه واحطه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه. بس لما تيجوا تطلعوه هيبقى ناشف شويه. سقسقيله كده شويه شوربه او شويه لبن كده يعني عشان يبقى طري وحلو، مع معلقه سمنه بلدي كده هيبقى روعه. صدقوني كان روعه جدا بجد. جربوا الوصفة دي وهتدعوا لي. وما تنسوش اللايك اللي وصل لغاية هنا، رغم ان انا عارفة ان مش هيوصلوا لغاية هنا. هيحط لي اللايك يا جماعة. كل الامارات اللي بتدخل لي يحطوا اللايك. شفتوا ده اللي محطوط له السمنة؟ شوفوا قد ايه جميل وقد ايه طري وحلو ازاي. جميل جدا. شوفوا الفرق ما بين ده وده، الفرق باين. بس صدقوني روعة روعة روعة. حطيت حبة بسمنة بلدي كده على السكر وأكلته بألف هنا وشفا للي ياكله، وألف هنا وشفا للي يعمله ويجربوا. ودي كانت وصفتي، وبقول لكم ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. وكل أصدقائي وكل حبايبي يحط لي اللايك. ويلا بينا نحط اللايك، وفي رعاية الله وفي حفظه. ومع السلامة، باي باي.